ورا مصنع الكراسي. من أول ما بدأنا ورا مصنع الكراسي كنا مقررين إن إحنا فقرة الشيزوفرينيا تعتمد على كلام المذيع في برنامجه كمذيع وكلامه لما يطلع مع زمايله كضيف. بس بقى المشكلة إن المذيع بتاعنا ما بيطلعش في برامج زمايله وما بيطلعش ضيف خالص. قلنا نسأل ونشوفه ما بيطلعش ليه. اكتشفنا إنهم ما بيرضوش يطلعوه. نجم الشيزوفرينيا النهارده ميدو مشاكل لا، حمادة معارك، ايوه احمد موسى حبيبي عشان قصير زيي. انت بالذات تتلم. بالمتابعه الاستاذ احمد لقيناه نجم في النسيان، يعني زهايمر ويجي بعد كده يقول لك اتحداك لو اثبتت ان انا قلت الكلام ده. مسألة تقتله دي عمري ما قلتها وما اقولهاش، كويس؟ عمري ما اقولها، كويس؟ واتحدى اي حد يطلع لي لفظ قلته بهذا المعنى، لانه ده موضوع موجود، الحاجات دلوقتي موجوده. شوف كده، طب ارجع بالذاكره لورا، ورا كمان، طب فكر تاني. ايوه هو ده ماتش الجزائر. نناشد جمهورنا يقتل الجزائريين اللي موجودين في مصر، يخرج على الجزائريين اللي موجودين في مصر. عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموتهم طالما اولادنا بيتقتلوا في السودان ناخد بطارنا. ما ينفعش يا جماعه. وطبعا كلنا عارفين راي الاستاذ احمد موسى في الثوره اللي اتكتبت في التاريخ والدستور والضمير. المؤامره نزلت ناس لكن في الجانب الاخر كان في مخطط لهدم وزاره الداخليه. هو ده اللي بنتكلم عليه طول الوقت ما غيرناهوش على فكره ومش هنغيره. بس من الواضح ان الاستاذ نسي كلامه قبلها عن ثورتنا. لا، احنا صف الوطني، صف مصر، شعب مصر، مع ثورتنا ومع جيشنا ومع شعبنا. بس معاركه الكلاميه على الشاشات لا، استاذ احمد موسى قرر ينزل بمعاركه في الشارع. ولكن في الاخر هم بياخدوا على قفاهم ولا هيفرق معانا على الاطلاق، وهم طول الوقت. وانا بقول لحضراتكم احنا معلمين طول الوقت على الناس دي، سواء من كل الدول الاوروبيه، لكن ايضا لابد من اتخاذ اجراءات من جانب الحكومه البريطانيه. هم بيتخيلوا ان هم بيهنوه، وانا في وجهة نظر ان هم بيشرفوه عشان الشماتة. يقول لك اللي بيتضرب بالقفا مش عارف يوسف الحسيني ومين واحمد موسى. لا يا سيدي، انا وجهة نظري ده يشرفهم، مش يهينهم. ديله على انا بقول له احمد ما تمشيش لوحدك، ومش عارف ايه الحكمه ان انت تنزل بالليل تتمشى في الشوارع، سواء بقى في نيويورك ولا في المانيا ولا مش عارف كذا، يا اما تقعد في الاوتيل وتبقى ماشي ده طول الوقت في الركاب وفي الطريق وفي الزيارات الرسميه، يا اما الكرو بتاع القناه بتاعتك اللي هي صدى البلد تبقى طول الوقت ماشي معاهم. هاتوه خروف هاتوه. فكر ان احنا ما رضيناش ننشر لك ولا قفا من القفايات اللي خدتها، رضينا ننشره، قلنا لا عيب ما يصحش. يا سلام، طبعا انت لازم تهدى شويه بس. هوبا، انت بالذات تتلم. نقطه. ورا مصنع الكراسي.